لابد من اخراج الكره من هذه المناطق. لاحظوا الضغط ديال اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. انطفأت أضواء فاس فاشتعلت شمعة سليم الجباري في ليلة كان فيها الضيف ثقيلا. النور الذي غاب عن الشرع طيلة شوط بأكمله أشعل فسيله ابن الراخ بلانكوس بمجرد ما وطأت قدماه رقعة الميدان، مسيل لعاب البرازيليين والمغاربة معا. في بلاد السامبا قالوا عنه بأنه يملك شيئا منه، وفي بلاد العرب بن بارك رأوا فيه الحاضر والمستقبل. Salim El Jabari with a wonderful goal to give Morocco a stunning, thrilling lead. المصباح سليم الجباري دخل بديلا في الشوط الثاني، ولم يكن أشد المتفائلين يعتقد أن سليم سينير عتمة الأسود نظرا لعدة اعتبارات، ولعل أبرزها أن سنه لا يخول له سوى اللعب مع فئة الشباب لا مع منتخب أولمبي تصل أعماره إلى سن 23 سنة. ثانيا، بغض النظر عن صغر سنه، سيواجه ابن 19 ربيعا أفضل منتخب أولمبي عالمي على الإطلاق. ثالثا، سليم دخيل على مجموعة الشرعي ولم يسبق له أن لعب رفقة الأولمبيين، وما خفي كان أعظم. يانس بقراوي شاطئ عملي. يانس بقراوي كيمرر في الجهه اليسرى عند اللاعب سليم الجباري. سليم الجباري دائما احتفظ بالكره. سليم الجباري في 45 دقيقة أبهر الحاضرين والمشاهدين على التلفاز، ومن أول لمسة برهن على جودة كعبه. مراوغاته كانت ناجحة 100%، أما تمريراته كانت كدقة مراوغاته، ناهيك على أنه فاز ب8 التحامات من أصل 11. كيف ولا وهو من جاء من أعرق المدارس كرويا. الجباري لم يتوقف عن هذا الحد، بل صنع الهدف الأول في المباراة. محاولة وفرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. سليم الجباري داخل منطقة الجزاء، فرصة تسديد سديدة، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. زكريا وادي أي تسديدة وبأي طريقة. زكريا وادي بقوة يضع الكرة في الشباك. هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. ناهيك على أنه سجل الهدف الثاني، لكنه ألغي بداعي التسلل، راية مشكوك في أمرها. الهدف الثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي تقريبا الحكم المساعد رفع الراية. سليم الجباري تمكن من يعني المراوغة بطريقة ممتازة، كيوضع الكرة في شباك الحارس كونيا ماتيوس، ولكن الحكم المساعد كان رفع الراية. ليكون بذلك سليم ساهم بقسط وافر بالإطاحة بمنتخب السيليساف هناك بالعاصمة العلمية فاس. أكبر عدد يمشي ليكيب أ، أكبر عدد اللي شفنا دابا اليوم سليم الجباري اللي كان مع لي U20 طلع دابا مع لي U23 بين بعض الأشياء اللي كانوا جيدة. صراحة هذا الشيء اللي بغينا حنا يكون تناسق بيناتنا ونخدموا فكرة واحدة. ما أثار انتباهي وبكل أمانة أن سليم الجباري أمام منتخب البرازيل لمجرد ما دخل وهو يطلب في الكرة وفي جميع الوضعيات، لا هو خشي تضييعها أو خاف من ردة فعل مدربه أو جودة خصمه. سليم ظهر كشبل متعطش لشيء ما، كأنه يريد أن يقول شيئا ما. الرسالة وصلت يا سليم، ومع التعليق حتى لو كان المتلقي أمنيا. سليم الجباري لياسين كيشطا، هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. من العاصمة العلمية فاس إلى العاصمة الإسبانية مدريد، سليم بمجرد ما حط رحاله هناك أطرب الجميع بمراوغاته ولمساته السحرية. فبعدما برهن على جودة كعبه أمام أفضل منتخب في التاريخ، جاء الدور هذه المرة على أفضل نادي عالميا
الشبل المغربي شارك أساسيا في ديربي مدريد وكان أكثر حركية وفعالية. الرواق الأيسر لأتلتيكو مدريد كان بؤرة خطورة على جاره، وفي الوقت الذي كانت فيه الكفة تميل للريال أعادها الجباري إلى وضعها الطبيعي بعد مجهود فردي ولا أروع. Consigue empatar el duelo, ahí está el remate del Jebari, sorprende absolutamente a todos, el remate es perfecto del marroquí, gol del Atlético B. مستقبل الروخي بلانكوس احتفل بهدفه الأول في مسيرته بقميص رديف أتلتيكو مدريد وهو ينظر إلى مشجع غريمه الريال مظهرا رقمه واسمه وشعار ناديه، الشيء الذي أثار غضب مشجع النادي الملكي. لكن سليم سرعان ما اعتذر بعد نهاية المباراة حيث قال وبالحرف الواحد: أعتذر لأي شخص أسأت له. عندما ترى ما قدمه سليم جباري في أسبوع ما بين فاس ومدريد تدرك أن هذا الفتى له مستقبل واعد، وتعلم أن أتلتيكو مدريد لم يساعدونه عبثا، وأن سيميوني لم يستدعيه لبعض المباريات هكذا، وإنما هذا الشبل يملك الكثير والكثير. عموما سليم جباري في ظرف 3 أسابيع فقط شارك لأول مرة رفقة رديف الروخي برانكوس، كما شارك لأول مرة رفقة المنتخب الأولمبي المغربي، ومنح تمريرة حاسمة ناهيك عن هدفه في شباك ريال مدريد دون نسيان تمريرته الحاسمة أمام نادي سبتة. وما زال العاطي يعطيه.